أنا أخذت رأي محمد زقم وحكالي عن البرلمان والأستاذ أحمد شبر أيضا، بس إذا سمحتوا لي يا ضيوفي خلوا نروح ناخذ هذا التقرير، تقرير الزميل غياث الجادر حول برلمان الشباب. أخذنا بآراء المواطنين بالشارع والشباب، راح نشوفها أنا وياكم. خلينا نشوف الناس تعرف برلمان الشباب وشنو هو برلمان الشباب، ورا راح نرجع أكيد ونكمل حلقة شباب دوت نت هذا اليوم. خلينا ناخذ مشاهدين الكرام، خليكم ويانا، خلينا ناخذ هذا التقرير وراجع لكم أكيد أنا وضيوف الأعزاء. ابقوا وياي. بعد أن عانى الشباب العراقي من التهميش والحرمان، حان الوقت ليمثلوا أنفسهم ويشتركوا في صنع القرار ويدافعوا عن الشريحة الشبابية المهمة والحساسة التي يعتمد بناء وأعمار وتقدم البلد إلا من خلال خبراتهم وطاقاتهم المخزونة، من خلال تأسيس برلمان خاص بهم يسمى برلمان الشباب. هيك أنا فكرة أشجع عليها، لأن ما دام أسسوا شباب يفهمونا، يعرفون متطلبات الشباب الآخرين، لأن هم بقصتهم نفس الأعمار مالتهم، فيفهمون الشباب الآخرين. هسه احنا اللي يتخرجوا بدون تعيين، هم حقنا شباب يريدون التعيين، يتخرجوا الدراسات بعثات هاي الخارج هم نريدها. أنا ضد هاي الفكرة، لأنه الفكرة يعني عندنا برلمانات وعندنا حكومة وعندنا مجالس محافظات وعندنا هيئات سياسية واجتماعية ومنظمات إنسانية. يعني إذا توصل الفكرة للحكومة، والحكومة كل زين تعرف الشعب ايش يريد، مو يعني النقص هسه هي بتوصيل الفكرة. الحكومة والبرلمان هم الأساسي، إذا توصلهم الفكرة واضحة ويعرفون هم من أبناء هاي الشعب. البرلمان الشباب الصراحة فكرة حلوة جدا جميلة، وأنا طبعا وياهم وأحب هاي الشيء، لأن تخدمنا بأمور هواي كثيرة، منها تنقصنا احنا هسه الشعب العراقي ينقصنا الملاعب، ويعني هسه أبسط شيء من تطلع لعبات على الشاشات، احنا دائما نتابع الدور الأسباني وهذا، فتنقصنا احنا الملاعب والجمهور، ويعني تخدمنا بهواي شغلات مفيدة. يتكون البرلمان من 275 عضو، وهو مجموع أعضاء برلمانات الشباب في محافظات العراق كافة، حيث يكون عدد أعضاء البرلمان في كل محافظة نصف عدد أعضاء مجلس المحافظة وفقا لما جاء في قانون انتخابات مجالس المحافظات. وتكون حصة محافظة بغداد 28 مقعد، والبصرة 17 مقعد، ونينوى 18 مقعد، وأربيل 16 مقعد، وبابل 15 مقعد. بينما الديوانية والأنبار والمثنى والنجف وديالى وصلاح الدين وكربلاء وميسان وكركوك 14 مقعد، والسليمانية 13 مقعد، وتهوك 12 مقعد. ويكون عدد أعضاء برلمان الشباب في كل محافظة مقسم حسب الفئات الشبابية المحددة من قبل الهيئة المشرفة برئاسة وزير الشباب والرياضة، وهي 20% من طلبة الإعداديات، و40% من طلبة الكليات والمعاهد، و10% من الناشطين في منظمات المجتمع المدني، و5% من الرياضيين من الاتحادات الرياضية الفاعلة، و10% من الشباب المعاقين، و10% من اللجان الاستشارية في منتديات الشباب والرياضة. طبعا حسب رؤيتي كمراقب وكإعلامي أن الإعلاميين أن الشباب بشكل عام في العراق لم يأخذوا دورهم في العراق الجديد. هناك الكثير من التهميش للشباب، هناك تهميش متعمد وتهميش نستطيع أن نقول عليه من دون قصد للشباب. نتمنى أن يكون دور الشباب من خلال برلمان الشباب دورا فعالا ومؤثرا، ولا ننسى ما قام به الشباب العربي من الكثير من الحركات التي غيرت الخارطة السياسية في جميع الوطن العربي. البرلمان الشباب أنا أشوفه ما أخذ دوره لأنه ضعف الإعلام اللي رافقه. يعني أنا من الناس ما أعرف وجود برلمان الشباب قبل شوية، أنا سمعت الفكرة من عندك وشرحت لك كل تفاصيلها. المفروض الموقع الإلكتروني مالتهم يفعل، يصير إعلانات بالتلفزيونات القنوات العراقية الرسمية عن هذا الموضوع، على مود أقدر أني أدخل أبدي رأيي، عندي مشكلة أحب أطرحها أوصلها لكم، ممكن تساعدونا بحلها. يعني ما بفائدة إنه يكون برلمان وكل هالشباب الخيرة موجودة به والناس ما راح تعرف به ولا راح تقدر توصل له بسهولة. برلمان الشباب كبرلمان أو كفكرة فهي فكرة جدا صعبة وجدا صحيحة، خاصة أنه هي تأسس شباب ممكن أنه يغيرون المستقبل. خاصة احنا شفناها كتجربة البرلمان الحالي، لأن هم تجربة جديدة وواجهوا تحديات ومصاعب كلش كبيرة، ما قدروا يمثلون المجتمع بالطريقة اللي كنا نتأملها وكنا نحلم بها. لذلك أنا أشوف أنه برلمان الشباب أنه هو خطوة إيجابية، أنه ممكن يعد شباب ممكن يقودون المستقبل، ممكن يقودون البلاد.
الكثير من تواجدوا في برلمان الشباب تم اختيارهم أو تعيينهم. هذا ما جعل الكثير من الشباب يقولون بأن الفكرة خاطئة، باعتبارهم إن ما بني على خاطئ هو خاطئ، والصحيح أن يكون هنالك انتخابات بين الشباب لاختيار ممثلهم في هذا البرلمان الشبابي. المشكلة وين تكمن أولا أنه دول الشباب نجدوا بالبرلمان بالتعيين أو بالاختيار، وهذا الشيء يتعارض ويا أسس الديمقراطية اللي احنا نريد نبني عليها بلادنا. لأن أول خطوة أنه الشيء إذا انبنى على خطأ راح يبقى خطأ، فالمفروض بالبداية أنه تصير انتخابات في كل محافظات، انه تختار على اساسها هم الشباب اللي يصعدوا بالانتخاب، لان دول الشباب ما راح يمثلون مجموعه معينه، راح يمثلون كل الشباب بشكل عام، فالمفروض هم اللي يتحملون مسؤوليه تمثيل الشباب وطرح مشاكلهم وايجاد الحلول لها. ان اراء الشباب تنوعت حول تاسيس البرلمان الشبابي، فمنهم من رآه صائب ومنهم من وجده خاطئ. يبقى السؤال هنا: هل سيحقق هذا البرلمان طموحات الشباب ويقضي على معاناتهم ويمثلهم خير تمثيل، أم أنه سيبقى برلمان شكلي فقط؟ لبرنامج إن شاء الله يمثلهم خير تمثيل، وإن شاء الله يقلل من معاناتهم. شكرا للزميل غياث الجادر على هذا التقرير. قبل أن أعود لضيوفي ومناقشتهم في هذا الموضوع، خلي ناخذ عندنا مشاركة من عضو برلمان شباب العراق من بغداد، الأستاذ علي هلال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ علي ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت على الهواء مباشرة في برنامج شباب دوت نت، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو برلمان الشباب، ما له وما عليه. أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام ومشاهديك الأعزاء. تحيات ضيوفي لحضرتك أستاذ علي هلال، ويحملوني سلامهم إليك، وتحيات كل أهالي بابل إليك. أستاذ علي هلال، أنت من المؤسسين في برلمان شباب العراق، ومن الأعضاء الناشطين حقيقة في برلمان شباب العراق. حدثنا الأستاذ محمد زقم عن برلمان وعن تأسيس برلمان شباب العراق. نريدك تحدثنا وتحدث مشاهدينا الكرام ومتابعينا حول المواقع الاجتماعية حول ما يمر به برلمان شباب العراق حاليا ما بعد التأسيس. حكانا أستاذ محمد زقم عن تأسيس البرلمان بالبداية، وعن المؤتمر التأسيسي اللي حضره رئيس الوزراء. يا ريت تتحدث لنا أستاذ علي هلال حول برلمان الشباب حاليا، دوره وما هو. عزيزي الأستاذ عيسى، نعم. حاليا برلمان الشباب يمر بفترته الانتقالية الانتقائية. نعم. هذه الفترة كلف أعضاء من خلالها بكتابة القانون العام. نعم. وأنا سمعت مداخلات الأخوان في برنامجك. نعم. الحقيقة هو يوجد نوع من السلبية في انتقاء برلمان الشباب، لكن اليوم هاي الخطوة لازم نمر بيها، وخطوة الإلكترين لابد تكتب بخطوة. صح. احنا لابد نأسس مجموعة من الشباب يهيئون للبرلمان المنتخب. اليوم كيف احنا نسوي انتخابات وماكو قانون؟ لابد وجود برلمان انتقالي يهيئ الارضيه لبرلمان منتخب. صح. لابد من وجود برلمان انتقالي يكتب القانون ويعرضه على المؤسسات التشريعيه ليناسب الفئه الرسميه الدستوريه حتى نباشر ويولد البرلمان المنتخب. احنا برلمان الشباب لديه عده اهداف، من ضمن هذه الاهداف هو أن يكون حلقة وصل ما بين طبقة الشباب وهي الطبقة الأكثر في المجتمع. نعم. وما بين صناع القرار في البلد، يعبر عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر في برلمان الشباب لدينا مشروع مقدس هو عملية تأكيد وتطوير القادة. فكما تعلم إذا كان برلمان الشباب يتكون من 275 عضو، فكل دورة 275 عضو يتأهل قائد في المجتمع. ممكن في المستقبل يعتلي عرش أحد المواقع التنفيذية ويديرها بشكل منتظم. نعم أستاذ علي، إذا تسمح لي، كلامك كله صحيح والمشاهدين يعني يسمعونا وضيوفي أيضا يسمعوك، وعلى رأسنا، وإحنا فعلا عشنا هذا الشيء وشفنا كلامك صحيح. لكن من 2009 لحد الآن أنتم مكلفون بصياغة القانون أو بكتابة القانون. شنو أخبار قانون برلمان شباب العراق حاليا؟ حاليا قانون برلمان الشباب حاليا في مجلس وزارة الشباب والرياضة. كما تعلم أخي العزيز، نعم. أنه حاليا إحنا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. اليوم القانون
كمل من الأعضاء كتب أعضاء برلمان الشباب القانون. نعم. وحاليا القانون موضوع في جعبة وزارة الشباب والرياضة. لديه اللمسات حاليا وزارة الشباب والرياضة تضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون لكي تصلها إلى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لكي يتم عرضه على مجلس النواب وإناء صبغة التشريعية الدستورية. هل هناك سقف زمني لإنهاء هذه العملية؟ لا، هناك لا يوجد سقف زمني، لكن احنا نصارح في الموضوع. هناك الكثير من المشاريع والقوانين في مجلس النواب لها أهمية وأولوية أكثر من برلمان الشباب. هذا ما يجعل قانون برلمان الشباب يوضع في ترتيب متأخر في العرض. كما تعلم أن وزارة الشباب والرياضة لحد يومنا هذا قانونها ما مصادق عليها. قانونها نفسها صح. تصح قانون منبثق من خلاله وهو قانونها الأساسي ما مصادق عليه. فهنا احنا مجرد عملية صبر إن شاء الله ليست طويلة. حاليا الأعضاء في تفاعل مستمر للمصادقة على قانونهم ويشنون عملية ضغط ولود على الجهات الرسمية لرفع القانون إلى مجلس النواب. علي هلال عضو برلمان